السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد او وصفه جديده. كيف ما عودتكم كل ما هو سهل ولذيذ. اليوم ان شاء الله مع بعض غنحضروا دواز اتاي، او ممكن تسميوه بسكوي، ممكن تسميوه مزيج ما بين الصابلي والفقاص، حيت فعلا تيجي رائع، بلا تعقيدات، بلا كثرة المقادير ولا كثرة الطوابع. اليوم بشكل بسيط غتحضري دواز اتاي فرمشة عين ما بين 30 دقيقة. غتكوني وجدتي العجين وطيبتيه وغتناوليه مع قهوة ولا كاس اتاي. تابعي معايا الوصفة حتى الاخر. غنحتاجو في المكونات 200 غرام ديال الدقيق ابيض، ساشي ديال الفاني، معلقة صغيرة ديال خميرة الحلويات، 50 غرام ديال السكر سنيده، و80 غرام ديال الزبده اللي كتكون بحراره ديال المطبخ، بيضه واحده، ممكن تستعملوا حتى جوج، والمكسرات اللي عندكم. انا هنا استعملت حفينه ديال اللوز مع حفينه ديال الزبيب، ممكن تفاداوهم، بالحق كيعطيو واحد القرمشه وكيزيدوا واحد اللمسه لهاد البسكوي. في بول كنكونوا دايرين 200 غرام ديال الدقيق، كنزيدوا عليها ساشي ديال سكر فاني، زائد معلقه صغيره ديال خميره بيكين باودر، كاع المكونات كنديروهم في اناء واحد وكنمزجو الكل. غنزيد عليهم ديك 50 غرام ديال السكر سنيده مع 80 غرام ديال الزبده وهادوك المكسرات وبيضه واحده. كيف ما قلت لكم، الا كان البيض صغير فغتستعملوا جوج ديال البيضات، كان البيض كبير فبيضه واحده كافيكم. بالنسبه لي انا غتشاهدوا معايا انني استعملت جوج ديال البيضات. كنحاول انني نبسبس هذاك المزيج كامل مع بعضه، وكنحاول انني نجمع فيه. ممكن الدقيق يكون كيشرب، كيف ممكن لا. انا باقي واحد شويه ما متماسكش، زدت بيضه اخرى، بالحق الحجم ديالها صغير. ممكن مثلا الا شفتوا ما تماسكش ليكم والحجم ديال البيضه عندكم كبير، حاولوا انكم هكا تنقصوها باش ما يجيكمش الخليط جاري كيتلصق. صافي غنحاول انني نمزج جميع المكونات حتى كنلبس هذاك الدقيق كامل. شوفوا معايا القوام كيفاش كيجي بحال الصابلي. غنجيب ورق ديال الفران اولا ما بين جوج ديال البلاستيكات ونحاول نطلق هذاك العجين. غنحاول انني نديرو على شكل مستطيل. نحاول انني نقادلو الجناب ونكمل حتى كنحصل على الشكل اللي انا خاصني. صافي كلمسة اخيرة نحاول انني نفيني هادوك الجناب مزيان، نحاول انني نقاد المستطيل. هنا في هاد اللحظة ممكن تفننوا كيف ما بغيتو. شوفوا معايا السمك كنخليهم واحد شوية غلاط باش كيجيو باينين. هنا كما قلت لكم ممكن تفننوا كيف ما بغيتو، تقطعوا باي مرشم بغيتو. بالنسبه لي انا الطريقه السهله والسريعه ملي كنبغي نحضرهم وناكلهم في نفس الوقيته، ما عنديش ما نحط في الكوتي كنبغي نوجدهم، فهاد الطريقه كتجيني اسهل طريقه. كنحاول انني نجيب واحد الموس هكا يكون ماضي ولا اي حاجه، نحاول انني نقطعهم على هاد الشكل، على شكل باطوني. طريقه راه جد سهله. قبل ما نقطعوهم كنكونوا درناهم في المجمد واحد ما كاملاش داك 5 دقائق، بما سخن لينا الفران باش هكا كيجيونا ساهلين في التقطاع. مباشره كنستفوهم في الطاوه ديال الفران.
صافي كنطيبوهم بحال الصابلي. شوفوا معايا المنظر ديال المكسرات كيفاش كيعطي، كيجي صراحه كيزيدوهم واحد اللمسه وواحد المنظر زوين. نطيبهم من التحت ومن الفوق عادي بحال غنطيب اي حلوه. ما كندهنهم، ما كنزيد ليهم حتى شي اضافه، كنخليهم هكا سامبل كما قلت لكم، ساهلين كيطيبوا كياخذوا داك اللون الذهبي، كيجيو رائعين ولذاذ لذاذ لذاذ بزاف، كيستحقوا التجربه. الا جربتوهم اكيد غيوليو معتمدين عندكم. الوجبات من الوجبات السريعه. كذلك ممكن تعطيوهم لوليداتكم، عوض انكم تشريو ليهم بسكوي من الزنقه تحضروا ليهم هكا في الدار، كيجي رائع ولذيذ بزاف. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتجربوهم، حيت فعلا كيجيو مقرمشين وفي نفس الوقت فتيين رائعين، يستحقون التجربه. الى اللقاء، نتلاقاو في وصفه جايه ان شاء الله.